راهم شادينه راه في الحبس، كان في الكاردافي ومن الكاردافي داوه للحبس وراه في الحبس وداروا له تهمه القتل العمدي. باينه كي الشمس، عيط عياط. ويماه تحول التحقيق تاع وليدها من المحكمه من الكوميساريه تاع نونتير اللي يخدم فيها هذا البوليسي الى اختصاص اخر، يعني في كوميساريه واحده اخرى. خرجت يماه وهضرت وتكلمت، وتنجموا تروحوا تشوفوا لي زانترفونسيون تاع يماه. دونك انت تجي تدخل في هذه القضيه، تخرج لك يماه وتقول لك ما تدخلش روحك، ولا واش دخلك، ولا باغي تسيس لي القضيه تاعي، ولا تحيا عمي تبون، ولا تحيا عمي فلان، ولا تحيا مش عارف الاخر. نهار اللي تقول لك يماه تخرج وتقول لك امير هضر لي في قضيتي كيما خرجوا العديد اللي قال لك امير هضر في القضيه، نهضر لك في هذه القضيه من الاخر. والقضيه راهي باينه، السيد رفدوه داوه البوليسي راه في الدكه ديريكت وداروا له قتل عمدي ديريكت، ما قالكش باللي ما شافهاش ولا مشي بالعاني ولا غلط ولا مانيش عارف انا، ما قالكش هذا الشيء، جابوها لك من الاخر، داروا له باللي القتل العمدي ديريكت وحطوه في السجن. ناس بوليسيه عندنا في بلادنا قتلوا زواوله وراهم يتشوكروا، وبالمناسبه البوصبع والقوادين قاعدوا يتضامنوا مع البوليسيه، ما تضامنوش مع عائلات الناس اللي اتقتلوا، وما تضامنوش مع الناس اللي فاميلاتهم راهم الان قلوبهم دم. وخير دليل شفتوا كيفاش خرج بابات عبدو تاع المولوديه، كيفاش يبكي ويحلل فيهم ويقول لهم اعطوني غير التشريع تاع ولدي، تشريع الجثه تاع ولده. شفتوه وراه كاين في اليوتيوب وكاين في فيسبوك، اكتب عبدو تاع المولوديه تشوفوا باباه. لي جان تاع باب الواد تيراو عليهم، عيني عينك، تيراو عليهم ديريكت، ومن بعد واش داروا لهم؟ داروا لهم قالب باللي هادو تاع مخدرات. عيني عينك نورمال عادي، زوقوا لهم قالب نورمال، ومع من ضامنوا بوصبع؟ ضامنوا مع البوليسيه. يا هل ترى شفت انت ناس هنا في فرنسا خرجوا ضامنوا مع البوليسي؟ امبوسي، لانه بالنسبه لهم مجرم وقتل، وما كاش حاجه اللي تتيح لك قتل البشر لا في الديانات ولا في اي شيء. اما في بلادنا خرجوا بوصبع يضامنوا مع البوليسي. قضيه جمال بن اسماعيل العالم شاف واحد من الديارات وواحد بوليسي اللي اكزيكيتاو لوبيراسيون تاع جمال بن اسماعيل. في من مسحوها في زواوله قبايل، مسحوها في ناس الاربعه نادرات.